أكبر عملية نصب صارت بكل تاريخ كرة القدم، نصب واحتيال من هذا اللاعب البرازيلي نيمار، اللي ذهب إلى الهلال السعودي فقط لسرقة المال، ليس لأجل لعب كرة القدم. تخيل معاي، نيمار اللي بأخذ مع الهلال أكثر من 150 مليون سنويا، ما لعب معهم إلا مباريات تعد على أصابع اليد الواحدة. بالنهاية قرر مغادرة الهلال السعودي والعودة إلى نادي الطفولة، نادي سانتوس البرازيلي. ومع هيك، ولأنه نيمار لاعب قليل أدب ومصلحجي وبس بلعب كرة قدم لأجل المال، رفض إنه يتنازل عن 65 مليون دولار باقي من راتبه مع الهلال السعودي، مع إنه هو اللي قرر الرحيل، ولكن رفض التنازل عن راتبه وأجبر نادي الهلال السعودي على دفع 75% من راتبه عشان يروح بعقد مع نادي سانتوس البرازيلي. يخرب بيتك يا نيمار. نيمار هو لاعب فقط يلعب لأجل سرقة المال من الأندية. سرق باريس سان جيرمان وناصر الخليفي، وحاليا سرق نادي الهلال السعودي.